زكريا، الثلاثه دول تحت راس الحرب اللي هو احمد شرويده. يعني هو اقرب الطريقه 4-2-3-1. نعم. مديه للمصري الشكل الهجومي والدفاعي في نفس الوقت. نعم. بعدين كابتن طلعت بمجرد ما يحس ان المباراه خلاص بتاعته بيعرف ازاي يقفلها بالضبه وبالمفتاح. يعني هو بنقول بخيل ما بيسجلش كتير، انا مالي، انا عايز 3 بونت خدتهم. ما تسالنيش بعد كده بقى انت ما طورتش وما سجلتش الثاني والثالث، طالما انك انت مش عارف تجي لي او قفلت عليك كل الطرق والسبل انك تصل لمرمايا وخرجت ب3 بونت، ده شيء يحسب للكابتن طلعت يوسف. تليفونات بني سويف برضو انا يعني المباراه حبان ليهم فرص، وحمزه الجمل عنده من الشجاعه انه بيلعب بره ملعبه زي جوه، هو ما عندوش ملعبه على فكره. يعني هو الراجل كل ماتشاته، لان هو في ماتشات ما يسمحش له انه يلعبها في بني سويف. ده الهدف طبعا بتاع شرويده، ده هدف شرويده جاي. هو على فكره كل مبكر جدا. الافتتاحيات النهارده كلها كانت في الدقيقه 18. سبحان الله، حاجه غريبه يعني. أيوة. معظم ماتشات افتتاحيات الاهداف كلها كانت في الدقيقه 18. يعني انا اديت لمصر بقول على حقه تليفونات بس رغم الهزيمه، لكن فريق من الفرق المحترمه. بص حاططها ازاي يا استاذ سيف، حلوه قوي من شرويده الحقيقه. بص انقطم لجوه القطمه وحطها في البعيده بالظبط ببطن رجله، تحفه. يمكن اقرب الى هدف النني النهارده، الهدف الثاني بتاع الاولاني بتاع المقاولين اللي هي تحس وهي نازله عامله زي البلياردو بالظبط. يعني هي طبعا دي مش منشن، بس هو منشن، قصده ان هو التنشينه والركنه. والسيناريو المصري راكب الشوط الاول ما شاء الله. يعني انا بقول لك انت عندك اما يبقى عندي محمود عبد الحكيم وعبد السلام نجاح ومؤمن زكريا، واحد من افضل صناع الالعاب يعني في سنه او في جيله، مع احمد شرويده اللي هو واخد مش هقول بقى واخد خبرات بس، ولكن واخد ثقه الميداليه او الصعود الى الاولمبياد مع المنتخب الاولمبي. بالظبط. بعدين لما تبقى لاعب على ملعبك وفي وسط هذا الجمهور الكبير والعظيم ما شاء الله، ثم بتحتفل كشعب بورسعيد مع باعياد النصر بشعب شعب بورسعيد. اعتقد يعني كل الاجواء كانت النهارده. الفرص ده لغايه الدقيقه دي الشوط الاولاني بتاع 3-4 اهداف المصري. الشوط الاولاني يعني مش هقول معظمه، هو وان سايد جيم بالنسبه خالص، لا واهداف مؤكده بتضيع. بص اتفضل. ما انا بقول لحضرتك الطريقه اللي بيلعب بيها الكابتن طلعت. نعم. انك انت انا النهارده مأمن دفاعاتي صح، بس عندي 3 كلهم رايحين على المرمى غير احمد شرويده. محمود عبد الحكيم اتجاهاته كلها مرمى. نعم. عبد السلام نجاح يسحبك على المرمى، مؤمن زكريا، يعني دول 3 مع شرويده، مع بقول لك حسام حسن كمان بيجي من نص الملعب، مع تقدم دايما محمود شاكر واحمد فوزي، مش الاثنين وقت واحد. لا في واحد بيتقدم والثاني بيثبت، ويبقى واحد من نص الملعب ممكن يرجع يغطي عليه. هو في هو كمان فرصه الشوط الثاني، واحمد فوزي ما شاء الله يعني النهارده نعم. بس يعني المصري ده لم يتاثر وفقا لرؤيتك كده يا استاذ سيف بتاجيل مباراه الزمالك اكتر من مره وتوقف دوري 45 يوم. انا شايف لم يتاثر. لا، ما احنا قلنا لحضرتك في فرق استفادت من التوقف وفي فرق ممكن تكون ما استفادتش. ده السبب فيه يبقى الجهاز الفني، لان انا النهارده التوقف كان عندي وعندك. دي اللحظات بقى اللي هي الدقيقه 56 ايوه اللي تم فيها اشعال الصواريخ بشكل شبه جماعي. الدقيقه 56 لان الذكرى ذكرى 56 اول عيد القومي بمناسبه عيد النصر في اللي هو العدوان الثلاثي وقهر الثلاثي من جانب الشعب المصري العظيم، انجلترا وفرنسا واسرائيل. صحيح. انجلترا يعني وفرنسا وامريكا. لا انجلترا وفرنسا واسرائيل. اسرائيل لا هو تدخل امريكا وروسيا. امريكا كانت كفرنج للموضوع يا روسيا، هو اللي خلى المساله توقفت يعني. لكن في النهايه كان في دفاع. الماتش واقف 5 دقائق. 5 دقائق يعني 5 دقائق. الدخان غطى الملعب كله، وكان من الصعب جدا انك انت اللعيبه تلعب لان الرؤيه بص ازاي. فيعني الحكم كان مضطر انه يوقف المباراه. طب نقول لهم ايه بقى في ال5 دقائق دولت؟ الماتش توقف 5 دقائق، عشان كده يمكن 5 ده وقت بدل ضيع اكتر من 7 دقائق او 9 دقائق. وممكن المظهر ده ما يبقاش في صالح فرقتهم، لان فرقتهم كانت راكبه الجيم مش كده؟ بص احنا الموقف عامه والشماريخ موقفنا منها معروف. لكن اذا يعني قلت لي استثناء لان هناك احتفال او بتاع، وان كنت برضه ما بحبش الاستثناءات. انا شخصيا لا احب الاستثناءات. واللائحه لائحه والقانون قانون والعرف عرف والمبادئ مبادئ. طب اللائحه هنا بقى ما هتاخد غرامه اكيد على النادي المصري. لانه في بعض الناس حبوا يقول لك ايه ده مباراه بدون، لا مفيش مباراه بدون جمهور. مفيش لا الا في حاله واحده بس، ده اذا الشماريخ نزلت الملعب بس. اذا حال القاء الشماريخ داخل في الملعب، ولكن الغرامه هتزيد من 20,000 ل 30,000. تزيد، ما هتبقى تصاعديه كمان. بالظبط كده. الغرامه، لكن هو النهارده مفيش لا مفيش مباريات بدون جمهور بالظبط. لا غرامه.
لو هم جايبينها ايه شماريخ متكلفه اللي هي من السويس، ما دي كلها اللي هي بداية. الشامورت ام 50 و60 جنيه هي دي، كلها جايه من السفن اللي هي اللي هي بتعبر قناه السويس. زي الاهلي وزيسكو بالظبط لو تتذكر، نفس القصه ونفس الغيوم. واخدت بالظبط. الحكم وقف المباراه 5 دقائق لحين انقشاع الغبار. يعني نتمنى ان الجمهور، انا عارف ان هم وحضرتك اكيد متاكد من ده، هم بيعملوها احتفال ما انا ماشي، بقول ما يعني اذا كنا هنلتمس العذر المره دي ماشي، ما فيش مشكله يعني. بس نرجو، لكن ما يبقاش بالصوره دي. بس يعني ما يبقاش بالصوره دي. انك انت في حاجه، نقطه مهمه جدا يا كابتن برضه على فكره. وانت حضرتك اما انا لعيب مسيطر على المباراه وبعدين فجاه المباراه تتوقف اكتر من 5 دقائق او 7 دقائق، انا ممكن يعني ما اعرفش ارجع لها تاني. يعني انت النهارده خصوصا ما يكون عندك حمه الهجوم ومنتشر ومسيطر وبتهاجم، فجاه بتوقف الاندفاع اللي عندي، الحماسه اللي عندي بتوقفها عشان ارجع المباراه تاني. ممكن ما اعرفش. نعم. يعني انا ممكن اخد فتره. الفتره دي ممكن الخصم ممكن يستغلها. نعم. يعني ممكن يستغل، ممكن انا كلاعب ابقى واقف يعني سارح مع المنظر، بالظبط، متاثر باللي بيحصل. في لحظه ممكن يسجل في مرمايا هدف التعادل، يخش في مرمايا هدف